يا عين الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يا عين الرحمة حناء العريس لحظة قوية عند جبالة تستحضر فيها الأدعية، بل إن العريس يزف بمطلع قصيدة اطلع البدر علينا، القصيدة الرائعة التي أنشدها الأنصار عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. استحضار المقدس سمة تتبع جل طقوس الاحتفال بالزواج عند العرب والأمازيغ على حد سواء في كل ربوع المغرب، لكن حضوره في طقوس جبالة قوي، ويرجع بعض علماء الاشتباه إلى تأثير النازحين من الأندلس على لهجة ونمط عيش وطرق احتفال الساكنة الأصلية، إذ أن نسبة كبيرة من العائلات الأندلسية استقرت ببوادي الشمال الغربي، لأن جل المدن المغربية كانت مستعمرة من طرف البرتغال آنذاك. يترأس مجلس الحناء فقيه مسجد الدوار محاطاً بطلبة العلم الأصيل وحفظة القرآن. يحظى هؤلاء بمنزلة كبيرة بين الناس، ولا يجوز لغيرهم الإشراف على طقس الحناء إذا كان العريس هو نفسه حافظاً للقرآن. تقوم الطفلتان بالتلويح بعلم ومنديل حريري، لعلهما تقومان بذلك لتمويه أنظار الحاضرين لحمايته من الإصابة بالعين. واحنا اخوات لراس واحنا الفقيه يغمس بيضة في الحناء ويمررها على كف العريس. يحيل البيض في كل طقوس الاحتفال